ايه اول حاجه جت في بالك لما شفت الصوره دي؟ الصيف، البحر، الاجازات؟ احنا مش هنتكلم على ولا حاجه من دول، احنا هنتكلم على حاجه صغيره قوي. فكرت قبل كده احنا بنغمق لما نتعرض للشمس؟ الشمس الجميله المشرقه دي عباره عن كتره من التفاعلات الكيميائيه كتير جدا اللي بتحصل، دي بتطلع اشعه. الاشعه دي بتقسم ل3 انواع رئيسيه معانا. اول نوع هو الاشعه المرئيه، ودي اللي بنشوف بيها، او الضوء اللي بيطلع من الشمس بمعنى صح. تاني نوع هو الاشعه تحت الحمراء، ودي اللي بتخلينا نحس بالحراره. تالت نوع وده اللي هنتكلم عليه النهارده وهو الاشعه فوق البنفسجيه او اليو في. اشعه اليو في في منها نوعين. اول نوع معانا هو اليو في اي. اشعه اليو في اي دي موجوده طول السنه وبتخترق طبقات الجلد وبتوصل لحد طبقه الكولاجين جوه وبتبدا تدمرها، وده اللي بتسبب ظهور التجاعيد عليك. اما النوع الثاني فهو اليو في بي، وده اخطر بكتير من اليو في اي. ده ما بيخترقش طبقات الجلد لكنه بيأثر على الطبقه الخارجيه للجلد وبيبدا يدمر الخلايا، والدي ان ايه بتاعها كمان بيدمره، وده اللي ممكن يسبب ظهور سرطانات. جسمك طبعا مش هيقف يتفرج واليو في بي بيدمره، فبيبدا يروح لحاجه اسمها ميلانوسايتس. دي خلايا مسؤوله عن انتاج الميلانين في الجسم، وده اللي مسؤول عن درجه لون بشرتك، فبيبدا يزود انتاجها، فساعتها هتبدا تغمق. الميلانين ده بيشتغل كطبقه حمايه، بيحمي جسمك من اليو في بي والاشعه المضره دي كلها، وعشان كده ضروري تحط سان سكرين بدل انت مش عاوز تغمق. بس ثانيه واحده بس، هو السان سكرين اصلا بيشتغل ازاي؟ وهل كل السان سكرين واحد؟ اللي بيفرق سان سكرين عن التاني هو حاجه اسمها اس بي اف. تخيل معايا انك لو وقفت في الشمس من غير اي حمايه خالص هتقعد 10 دقايق عشان الشمس تبدا تحرقك. لو حطيت سان سكرين مكتوب عليه اس بي اف 30، ده معناه ان جسمك هياخد 30 ضعف الوقت الاساسي عشان يبدا يتحرق. يعني مثلا في المثال ده انت بدل ما تاخد 10 دقايق هتقعد 300 دقيقه عشان تتحرق. بس ثانيه واحده، الاس بي اف ده ملوش اي علاقه باليو في اي. هو كل اللي بيقولك هو انا هحميك قد ايه من اليو في بي بس، بما ان اليو في بي هي الاخطر وهي اللي بتسبب سرطانات وامراض. بس كده، سلام.